يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه في المجره. معاكم شريف. ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس، وعندك اللينك في اول كومنت. خش اعمل لي فولو عشان الفيديو يوصل لكل الناس ويواجه اعلام الزملكاوي المنحاز. قبل ما نبدا خلونا نصلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. يلا بينا. لاعب صن داونز او نجم خط وسط نادي صن داونز وهو مكوينة او مكوينة، يعني على حسب هتشوفوا عايزين تقولوا ايه. اللاعب ده هو لاعب قوي جدا، شاب جامد جدا، شفناه في مباريات كتير. اللاعب ده هو الموسم الحالي هو اخر موسم ليه مع نادي صن داونز. هو مش عايز يجدد مع نادي صن داونز. ليه؟ لان وكيل اللاعب قال له احسن لك ان انت تروح لنادي الاهلي. طب ليه؟ باختصار، لان النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه بنسخته الجديده، وده هيخلي مكوينة يظهر بشكل كبير، ويخلي لعيبه او سوري يخلي انديه اوروبا يشوفوه ويلقوا نظره عليه وتنهال عليه العروض الاوروبيه. ده الكلام اللي اقنع بيه مكوينة، او وكيل اللاعب اقنع بيه مكوينة. فهو ده السبب اللي خلى لاعب ونجم خط وسط نادي صن داونز يبقى عايز يروح النادي الاهلي. طيب، فهل احنا هنشوف خط وسط ناري للنادي الاهلي؟ تخيلوا الملعب بامام عاشور ومكوينة قدام، وراهم مروان عطية وديانج. يعني تخيلوا الرسمه دي، تخيلوا كده الملعب معايا، قدام امام عاشور ومكوينة مع بعض طالعين بهجماتهم الشرسه، بكراتهم الناريه، ووراهم ناس اقوياء وتقريبا يعني سدود منيعه للنادي الاهلي، وهم مروان عطيه واليو ديانج. تخيلوا معايا خط الوسط الناري اللي هيكون فيه نادي الاهلي في كاس العالم الانديه اللي جاي. فهل هنشوف نسخه قويه وناريه من النادي الاهلي يعني في المواسم اللي جايه؟ هنشوف. يعني انا كمشجع اهلاوي اتمنى ان صفقه زي دي تحصل للنادي الاهلي، لانها هتكون صفقه رابحه جدا. واحد هيطلع يقول لي يا عم هو انتوا محتاجين خط الوسط بتاعكم من اقوى خطوط الوسط في افريقيا. هقول لك ومفيش مانع انه يكون اقوى في العالم. فيعني اتمنى ان صفقه زي دي هي صفقه ربحانه للنادي الاهلي، واتمنى انها تحصل. يعني اتمنى ان الموضوع ده يتم. تعالوا بقى ناخد الموضوع اللي مضايقني ومقلقني، وبصراحه كده يعني مخليني قلقان حبتين. علي معلول. علي معلول الموسم ده هو الموسم الاخير ليه حسب العقد. يعني هو العقد ده، العقد اللي مضاه اخره السنه دي. فهل معلول هيجدد ولا لا؟ المشكله ان النادي الاهلي عايز معلول يجدد سنه واحده بس، ومعلول عاوز يجدد ال3 سنين. دي اول مشكله في عدد المواسم. طب تاني مشكله، في وفد قطري حاليا موجود في القاهره، وهو بيحاول يفاوض علي معلول، وعرض عليه مبلغ يقرب من 2 مليون دولار لمدة 3 مواسم. هي فرصة كبيرة لعلي معلول، حقيقي فرصة كبيرة جدا لعلي معلول. بس برضو علي معلول عنده حاجة احنا كجماهير النادي الاهلي بنعشقها، وهو حبه للنادي الاهلي. فهل معلول هيتراجع عن الصفقة وهيكمل مع نادي الاهلي ولا لا؟ وده ياخدنا للمشكلة الثالثة، التعارض اللي ما بين إرادة اللاعب وإرادة الإدارة، وهي إن اللاعب عايز 3 سنين والنادي الأهلي عايز سنة واحدة بس. طيب فين المشكلة؟ يعني ليه ما يجددش ال3 سنين؟ أقول لك أنا ما يجددش ال3 سنين ليه. أولا لأن ال3 سنين مع النادي الأهلي ده أولا هيكون في استنزاف للفلوس اللي هتدفع لعلي معلول، واحنا كلنا عارفين كأهلاوية رغم عشقنا لعلي معلول عارفين انه مش هيأدي في الملعب ال3 سنين اللي جاي. علي معلول في مباريات بيكون فايق فيها زيادة عن اللزوم وبيبدع في الملعب، وبنشوف نسخة هايلة من علي معلول. بس ده مش كل ماتش، يعني خلينا برضو صراحة. بنشوفه مثلا في ماتش حاسم، بنشوفه مثلا في ماتش
احنا خلاص قريبين قوي من ان احنا هنخسره او يعني هيحصل اي حاجه، فبنشوف علي معلول فايق. لكن في مباريات تانية بنشوف ان علي معلول اداؤه في الملعب ما بقاش زي الاول. فده يخلينا نقول ان علي معلول بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي مش كجماهير، خلي بالكوا عشان الموضوع هيفرق. انا بتكلم من وجهه نظر الاداره اللي ما تعرفش يعني ايه عاطفه. نادي الاهلي كاداره ما يعرفش يعني ايه عاطفه، يعرف مصلحه اللاعب هيديني اللي انا عايزه ولا لا، اللاعب هيديني كوره في الملعب ولا لا، مقابل الفلوس والدولارات اللي هدفعها له. لانه خلي بالكوا يعني علي معلول بياخد مبلغ ممكن يجيب مكانه لاعب، تمام، ويديله نفس المبلغ ويكون شاب. فهي دي المشكله. فنادي الاهلي بينظر للاعب على اساس انه ايه؟ لعيب كوره، مش عاشق للجماهير زي ما احنا بنشوف. طيب، في دلوقتي لاعب اسمه يحيى عطية الله او عطية الله، لاعب مغربي وهو بيلعب في نادي روسي. النادي الروسي ده تأكد هبوطه للدرجة الثانية، وبالتالي اللعيب فري بعد انتهاء الدوري. فالنادي الاهلي عاوز يظفر بخدماته ويجيبه، تمام. بس هنا بقى المشكلة يعني، وخلي بالكم اللاعب ده قوي جدا في مركز علي معلول، فهل هيجيبه ويستغني عن علي معلول؟ لا، مش ده اللي هيحصل. ولكن هو عاوز يجيبه ويكمل مع علي معلول او يقف جنب علي معلول، بحيث انه مش في نفس المركز بس الاتنين يعملوا شكل في الملعب ويحاولوا يطلعوا اقصى حاجة ممكنة، تمام. بس الفكرة برضو ارجع واقول النادي الاهلي عايز موسم واحد ومعلول عايز 3 سنين. طيب ليه موسم واحد؟ مبدئيا معلول، وده الشيء اللي مش عندي يحيى، يعني ده الشيء اللي مش عندي يحيى واللي هيفتقده نادي الاهلي لو مشى معلول وجاب يحيى، وهو الخبرة. انت داخل كنادي اهلي، انت داخل على ماتشات نهائي افريقيا، داخل على سوبر افريقي بعدين ان شاء الله، داخل على كاس عالم للانديه بنسخته جديده ونسخه ناريه بتتكون من انديه اوروبيه على اعلى مستوى. محتاج ان انت تكون بكامل قوتك وبكامل خبرتك في الملعب، مش مستاهله ان حد يجي جديد يجي يجرب. الموضوع ده منتهي. داخل على ماتشات في الدوري حاسمه، تمام. وطبعا مش هكلمك بقى عن الايه الدوريات زي مباريات القمه والكلام ده، يعني مش ده اللي هكلمك فيها، بس انا بكلمك على المباريات الرسميه اللي عامله قلق للنادي الاهلي في الفتره القادمه. فانت محتاج علي معلول. ليه محتاج علي معلول؟ اولا زي ما قلت لان خبرته كبيره جدا في الماتشات القويه زي اللي النادي الاهلي هياخدها في مسيرته اللي جايه، وكمان يعني لاعب يعني كبير ومش هيديله الثلاث سنين الجايه اللي هو عايزه كنادي اهلي، فمحتاج ان هو يجدد له سنه واحده بس. ف يعني مع ارادتنا الكامله اللي كجماهير نادي الاهلي تخلي علي معلول يقعد في النادي الاهلي مدى الحياه، مش سنه ولا 2 ولا 3، بس نادي الاهلي كاداره بتفكر في المصلحه. هل اللاعب ده هيقدر الفتره الجايه يديني اللي انا عايزه؟ انا عايزه موسم واحد، هيقدر يديني موسم واحد اللي انا عايزه. طب المواسم الجايه ما اعتقدش. وخلي بالكوا علي معلول بحكم الزمن بيكبر واصاباته محتمله، فده يخليه يقعد. فبالنسبه للنادي الاهلي هيكون استنزاف موارد، لان انا هدفع له فلوس بس، فيعني الله اعلم. فزي ما قلت اتمنى ان النادي الاهلي يوصل لحل وسط مع علي معلول، تمام، في ابقائه للمباريات الهامه القادمه، تمام. ونشوف نادي الاهلي في نسخه ناريه له في الموسم القادم وفي الماتشات اللي جايه. اتمنى كل الخير للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. شكرا، واتمنى تكون الرساله وصلت في الاخر. سلام.